جمهور الاهلي المصري والزمالك، اياكم ثم اياكم. انا حذرتكم وانتم بكيف. عندكم نهائي بعد كم يوم في السعوديه، وترى احنا ما نسمح برفع هذا العلم نهائيا. خليكم حلوين معنا علشان لا نعمل معكم القلاشه. ترى هذا مو كلامي، هذا كلام المحامي اللي يتكلم باسم الحكومه السعوديه. نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يكون برعاية موسم الرياض. هنا أذكر وأهيب جميع الجماهير من دولة مصر الشقيقة بضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بالقوانين والأنظمة. أي محاولة منك لمخالفة القانون يتم التعامل معها فورا وبحزم، ذلك حفاظا على سلامة وأمان باقي الجماهير. الشش تقول كنت تدعي لفلسطين ويسكوني، لا تسوي الحركات دي. وأي هتافات لإثارة النعرات القبلية أو القومية أو تأييد أو رفضك لأي قضية معينة، هذا أبدا مو مكانه مدرجات الرياضة. انتبه تكون محشش وتدعم فلسطين في الملعب، لأنه ما يدعم فلسطين إلا المحشين. ولا الناس المثقفة وأصحاب العقول أكيد إنهم يدعموا إسرائيل زي هذا. بس أنا والله إني مبسوط إنكم قاعدين تطلعوا على حقيقتكم يا حكومتنا الرشيدة. جزا الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديق. كنا من أول نقول إنه حكامنا أعداءنا، لكن اليوم بانت الحقيقة للكل. بعدين تعال تركي آل الشيخ، أنت ما عندك كرامة نهائيا ولا إيه؟ نسيت بهذه السرعة ايش سوى فيك جمهور الأهلي المصري؟ تركي الشيخ طال عمره. إذا ناسي أذكره، تروح بعد ما عملوا معك الصح تستضيفهم، يثبت إنك إنسان مهزأ ورب الكعبة. رب ارزق حكامنا شوية كرامة. وتركي الشيخ طال عمره. لا 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 تكمل، الله يرحم أمك اهدى يا بلادي واصل.